مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ورجعت لكم بفيديو من دوني؟ جديد. ما بصير كيفكم يا غوالي؟ اشتقنا لكم. والله كتير هيك عم نحاول انه نتشارك معكم بفيديوهات، بس رمضان وصيام وكتير وضع عم يكون صعب. فاليوم رح نتشارك معكم بفيديو تجهيزات العيد. تجهيزات العيد. بدنا نعمل معمول، فعلا نتشارك معكم بالفيديو بطريقة المعمول والنتيجة هيك كاملة نتشاركها فيها مع بعض. ولا تنسوا ببداية الفيديو تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وتشتركوا بالقناة لحتى تكبر عائلتنا الحلوة هيك فيكم يا رب. وخليكم معنا نشوف الطريقة. هون عندي كيليين طحين. جماعة نحنا أكتر شي بنحب معمول العجوة، فحأعمل كيليين طحين لمعمول العجوة، وكل كيلو بده نص كيلو سمنة. طبعا هي عم تضحك علي. حبيت ابرم لك الكاميرا مشان هيك يعني تحكي تفش خلقك. هي عم تضحك علي لانه انا مرضان مقرب وعم حزع لقتني الحزقه، وبتعرف ما بيقدر يشرب مي. خلص بسكر انفي هيك باخذ نفس. يا هات المي مثل جودة. هلا هي ما حكيت انه الطحين لازم يكون متعدد الاستخدامات. هلا انا حتى الطحين مع السمنة وادعكهم مع بعض، وبدي ريحهم نص ساعة. فهلا خلينا نحطهم مع بعض. يلا هون هلا اول كيس وهي ثاني كيس. أول كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين 2 كيلو زيادة علينا، نحن اسم الله يعني ما كتير عنا عجقة جيش. وما في يعني هالقد، بس أنا كتير بحب أعملها هيك، بحس بأجواء العيد، وكمان لحتى إنه يعني نحن يعني هيك بنحب ناكل هيك على العيد. حتى مشان الأولاد يعني كمان. لهون إذا بدك تجيب جاهز ممكن تجيب جاهز، بس إنه البقلاوة والنمورة كذا. بس المعمول ما كتير طيب العجوة ما طيب نعمله على ايدنا، يعني ما طيب ابدا، الا انه يكون هيك نعمله. هلا حطيت الطحين ورح اعبي السمنة. بدي لازم كيلين لكل كيلو طحين، كيلو سمنة او لا كباية سمنة او 2، والله ما بعرف. تأكد. كل كيلو طحين هذيك السنة عملتهم طلعوا كتير طيبين بيجننوا، بس يعني كل كيلو طحين هن بيقولوا بده كل نص كيلو سمنة، صح؟ فهلا رح اعبي السمنة وارجع لكم. هلا نشوف نتحذر. لاحظت لكل كيلو كباية سمنة. بس هن ببينوا معنا اذا انه بعد بدهم ولا لا. هديك السنة هيك عملتهم، كل كيلو حطيت له كباية سمنة وريحتهم بعدين نص ساعة. بعدين يحذركم شو حطيت؟ ولا شيء. ولا شيء. جربتها بالنسلة السنة الماضية، عملت المعمول بدل السكر والمي وهيك حطيت نسلة. ما كان بدها تسيح شوي السمنة؟ لا هي هيك لازم تجي، فكتير كانت طيبة. عبي كباية تانية. حدا فيكم مجرب المعمول بالنسلة ولا لا؟ لما جربتوا هالطريقة شفتها هذيك السنة هي الطريقة على التيك توك، فقلت ليه ما بجربها، والله وطلعت كتير طيبة. هلا هيك بدي يضل حتى الطحين كله ياخد يشرب السمنة مزبوط. في اشخاص بحطوا محلب، في اشخاص بحطوا، بس اذا هن بيقولوا اذا نوع السمنة كان منيح ما في داعي تحطي غير السمنة. فنحن السمنة كان يعني نوعيتها منيحة، فما رح احط ولا شي. هيك منيح. ايه تمام. لو زيادة ما عليه، خليه يكون زايد احسن ما يكون ناقص. على فكرة نحن كمان يعني هلا بدي اعجنها وريحها نص ساعة، وبعد الافطار بدي ارجع لكم لحتى نكفي مع بعض الطريقة، لانه نحن يعني تقريبا ساعة للقدام، يعني بريحها وبين ما اساوي الافطار ونفطر وهيك. فنرجع لكم بعد الاذان ان شاء الله. هلا حاعملكم كتير منيح وورجيكم كيف طلعوا. هلا هيك حطيناهم بالطنجرة، بدي ريحهم تقريبا 40 دقيقة نص ساعة وبنرجع لكم.
تركنا المعمول هيك العجينة ترتاح لبعد ما نحط لها على هي، وهون رح يأذن المغرب ياله تقريبا شي 5 دقايق. اليوم عملنا فطور هيك بسيط، بطاطا وبتنجان ومتبل وسلطة، عندي رز بازيلا ومعكرونة لسامح. فالزهرة بالمقلاية بعدها. مرحبا، اسفين انه ما طلعنا بالفيديو لانه كنا عند رفقاتنا عم نلعب. كانوا عند الجيران عم يلعبوا نروح هلا يضيعوا وقت اكثر. فعيطنا لهم كرمال نبلش بالافطار، وهلا بعد الافطار بنكمل معكم المعمولات ان شاء الله. بحبكم كثير، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس تعملوا لايك وسبسكرايب. ضلكم معنا. وهيك نيفا ساوت لنا فنجان قهوة. بدها فنجان قهوة بعد. أكيد مشان يزبط المعمول، ولا حيطلع خربان المعمول. لازم هيك فنجان القهوة للواحد يمخمخ ويشتغل بالمعمول على رواق. وهون بعد ما ارتاحت العجينة تشوفوا لي على انه عم يساوي لي يا جماعة اللي فتحة، عم يساوي لي فتحة بالبطنجرة. بيشتغل بالمصالح الحرة بيعرف، أنا كهربجي. هون فتحنا مي للجبلة. الله لا يعطيك العافية. ولا حالي شو عملت؟ عملت عجبتك ميمة؟ عملت صفر مش بالالماني. وهلا لحقين والله. بالنسلة. هلا يا ويلي. بنحط النسلة عليهم. فينا نحط انا؟ أنا حطيت كيلو، يعني الكيلو بده وحدة، أنا جايبة 2 امسكي للكيلو. عصير هاي بس هون بالنص. كهدول كان لازم تشيليهم من البراد مشان يصيروا مراق. وهلا طبعا بدنا النسلة قمة الإحراج. شوفوا يا جماعة. طبعا هنا يحطوا النسله. متأكدة إنه العصارتين كلهم بدك تحطيهم بقلبهم؟ ما بدك ايه تخليني شيء؟ ايه لا إنه هي لو كانت بالبراد معلي، لو كانت باردة عادي يعني ما في مشكلة. وهيك بعد ما عجناها شايفين كيف قوامها صار، هيك المفروض تصير. هلا لازم نريحها شوي لبين ما نساوي الحشوة اللي هي عجوة. هاي العجينة تبع المعمول، عندي قالبين هون. هلا بدي اعجنهم مع السمنة وكورهم طابات. شوفوا يا جماعة، حطيت القالب هون، حطيت له سمنة. هلا عم بدعكم، بدي اعملهم كرات وجهزهم للمعمول. ماما بقدر بعدين ساعدك؟ والله مو يعني فيك تساعديني، بس انا بقول لك كيف. لازم اعملوا شير وسبسكرايب. قولي لي. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. إذا ما بتعرفوا قناتنا فوتوا على قناة نيفل صفوان. مرة تانية ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب حتى تكبر عيلتنا كلها فيكم. هيك بدي اعملهم هالقد هيك. حاعملهم بما روحي لي في ايديكي بالصابون كتير منيح. وتعالي يا جماعة، انا يعني بحب كل شوي غسل ايدي وكل شوي ليفهم ولا البس كفوف، لانه ما بعرف، ما بستحكم اشتغل بالكفوف ابدا، فيعني ما بحب. هيك نحن بالغربة يعني، وضيوفنا قلال، ويعني يلي بيجوا لعنا بيعرفونا هذا يعني الحمد لله انه بنحب انه هيك نشتغل شغلة بذوق. كل عام وانتم بخير، كل عيد مبارك. اشتركوا بالقناة، بحبكم كتير. يا محمد كمان عم يلعب سامح مشان ما يقعد يحر معنا. لا هي شغلة البنات، فيك تساعدنا بس لا هلا خليك مع اخوك احسن، لانه سامح شوي اليوم تعبان والله. حكورهم وجهزهم وجهز كل شيء وبرجع لكم. هيك طلعت معنا. بعد ما كورتها، بعد لسه في القالب الثاني هلا رح اعمله. هلا هون جهزتها، وهي العجينة هيك عم نكورهم هيك زي طابات صغيرة، وهيك طلع القرص. شوفوا لي على هالمنظر ولي على قامتي. عن جد الوحدة بتنسى تعبها بس لتشوف هالمنظر. شوفوا تاكل مو بس هلا شو بدنا فيهم هلا. هلا سوينا اول صينية، عم نكمل الصينية الثانية وسموحة قاعد فوق راسنا. والله وكيلكم مثل حماتي، كل واحد بده يناولنا اياها. راح غسل ايديه 100 مرة مشان يروحوا الالوان، هدول الالوان ما بيروحوا، وقاعد عم بيناولنا. شغل باله. واحد حاطط طاقية. تعالوا شوفوا الكبة، تعالوا. هون جوزي عم يكبكب لي وانا عم ساوي الراس. هات وحدة سامح.
يا عيني على الكبة، يا عيني شي ناهي. شي فاخر من الاخر. والله بس يكون الوضع فيه مساعدة عن جد بنحس بشعور انه هيك، انه يعني ما في شي عم ما في بيطول تعب معنا، كتير، ما ها؟ في تعب. شوفوا لي كيف طلعوا. هلا هدول الصينيتين هلا حطيتهم بالفرن درجة الحرارة 200، يعني تقريبا بدهم من 10 دقايق لربع ساعة، ما بدهم كتير وقت مشان ما انه هيك يطلعوا قاسين. فهلا بعد شوي بدي اقلب الصينية اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق، وبعدين نفرجيكم النتيجة مع بعض. يعني قمة الإحراج. هي هيك بعد ما خلصوا يا جماعة النتيجة كيف طلعت معنا، كيف طعمتهم بالله العظيم. وربي بتعرفوا هذا الفيديو اللي بتقولوا مو فنان؟ شو هو؟ تبع بتقولوا عني مو فنان؟ حد واحد فيكم يقول عني مالي فنان؟ شوف والله. طيب وشوف دي شلون محمد طعمتهم؟ خرافية. والله طلعوا كتير كتير طيبين يا جماعة. لحظة بدي اجيب سكين واقسم لهم قرص لورجيهم. شايف هلا صرتي اوروبيه يا مرتي، بايدك بدها سكين. هلا صرتي اوروبيه. أوروبية نحن هيك يعني بتعرف تصورنا. جيبي سكين جيبي. شوفوا كيف عم يفرط القرص، والله فرط عم يفرط ليك وطلع المنظر. اوه خامس شي خلاص. فاخر هيك من الآخر، ما بيقولوا. ولهون حبايبي خلص الفيديو لليوم. لأنه صارت الساعة 1 رح ننام بالفرن. كنا شوي إلا بعد يعني شوي رح ننام، لا يمكن نتسحر وننام نتسحر بالفرن لأنه ما بقى في تمام. وقت. فإن شاء الله يا ربي الفيديو يكون هيك حلو يعجبكم يكون ويعجبكم. حلو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد من عائلتنا الحلوة. وهلا كلياتنا بدنا نقول لكم باي، تصبحوا على خير. يكون يوم حديد ودين هيح. باي باي. هيح هلا فيديو. خلصنا الفيديو. باي باي. نجيكم بفيديو جديد. وهلا سامح بدي اقول لكم باي.